اسوأ اداره ماتش واسوأ ماتش لمصر شفته في حياتي يا جماعه. فيتوريا ده مش طبيعي. انا لو جبت حسن كبده المدير الفني بتاع الدرجه السابعه في مصر كان ادار الماتش احسن منه. بدايه من التشكيل، وانا نزلت فيديو قبل الماتش بساعه وبقول ايه اللي هو بيعمله ده. ولا الجون اللي جه فينا ده بقى قصه تانية. يعني الجون ده يا جماعه ما بيجيش حتى في الدرجه الرابعه ولا الدرجه الثالثه. يعني ايه القاوت؟ الحكم حسب علينا كده، اللعيبه كلها واقفه بيعترضوا على الحكم. بتعترض على ايه؟ في غياب امام عاشور المعلم بيطلع مروان عطيه. اول ما التبديله دي اتعملت عرفت ان خلاص كده، اقسم بالله هم مسكوا نص الملعب بتاعنا. حجازي بالكره اللي جات له في اول الماتش اللي لعبها بالهيد فوق دي ضيع بها مكسب منتخب مصر. يعني كره زي دي خلاص جون. الكره يا جماعه اقسم بالله سهله جدا. بصوا مرموش الوحيد اللي ما ينفعش يقعد في منتخب مصر. اول ما نزل يا جماعه قوه جسمانيه، مجهود فردي عالي قوي، تكتيكيا عالي جدا. ايه التاليف يعني؟ طب ما كنت بدات زي الماتش اللي فات واي لاعب ينزل مكان امام وخلاص. كان هو زيزو هينزل مكانه والموضوع اتحل. مطلع لعيب نص ملعب. يا عم انت كنت عايز تحافظ على الجون اصلا، وربنا اللي سترها علينا.